أعمار متفاوتة، يعني من أولى ابتدائي حتى ثانية إعدادي إن شاء الله. نبدأ بأصغرهم، محمد عاطف يكلمنا إن شاء الله عن الصلاة ومنزلتها في الإسلام. تفضل يا حبيبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. يا رب أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان الصلاة ومنزلتها في الإسلام. فاسمعوا يا عباد الله، للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها أية عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة صنامه الجهاد في سبيل الله. رواه الترمذي في الإيمان. وقد تضمنت الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، من ذكر لله وتلاوة القرآن والقيام بين يدي رب العالمين وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير. وقد بلغ عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في كل حال، في الحضر والسفر والأمن والخوف. ومدح الله الذين هم على صلاتهم يحافظون ووعدهم الفردوس وهي أعلى درجات الجنة. وقال تعالى في سورة المؤمنون: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد شدد الله على من يفرط فيها وتهاون فيها وينام. وقال تعالى في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وهي أول ما أوجب الله تعالى على العباد، وقد فرضها الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة، دل ذلك على عظمتها. ولو أن نكتفي بهذا القدر سألنا الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. عباد الله، إني داع فأمنوا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأقر أعيننا بنصر الإسلام وعز الموحدين. اللهم اغفر الأقصى من دنس اليهود. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما شاء الله، ده أنت عسل. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجعلك ذخر للإسلام والمسلمين يا محمد.
بارك الله فيك. كم تحفظ من القرآن يا محمد؟ 3 في السورة الأولانية بجزء الثاني. بارك الله فيك، بارك الله فيك. طب تستطيع أن تذكر لنا سورة تبت يد أبي لهب وتب، اسمها سورة المسد؟ تفضل. تبت يدا تبت يدا أبي لهب وتب. طب اقرأ السورة أولا وبعدين نوضح. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بارك الله فيك. المعنى إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب. يعني أبي لهب بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك يا محمد، يعني أهلكت في نار جهنم. أبي طب بصري كمان. ما أغنى عنه ماله وما كسب. مال أبي لهب حيحمى عن نار جهنم. لا. وامرأته حمالة الحطب. امرأة أبي لهب أم جميل تحط شيء في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. في جيدها حبل من مسد، عن الذرة حبل من مسد. بارك الله فيك يا محمد، أحسنت. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك وأن يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين يا ولدي، آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، هي دي التربية على القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لحضراتكم